هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ويلا نسوي بانكيك على السريع بمقادير ومكونات موجودة بكل بيت. هنا راح أخلي 3 بيضات، ومن بعدها أخلي 9 ملاعق سكر. طبعا هذا المقدار أنا سويته كبير لأنه كان عندي توزيعة، فأنتوا تقدرون تسوون أقل، يعني تقدرون تخلون بيضة وخاشوقتين شكر أو سكر وظرف فانيليا. أنا هنا خليت ظرفين فانيليا. طبعا كتبت لكم المقادير مالت الكمية الكبيرة، وراح أكتب لكم المقادير أسفل الفيديو بصندوق الوصف مال الكمية اللي هي أقل، يعني إنه مو كمية كبيرة إذا حابين تجربوها. هنا خليت نص كوب شاي زيت، وهنا خليت كوب ونص حليب، ومن بعدها بالتدريج نزلت 3 أكواب طحين. طبعا حسب نوعية الطحين راح أخلي 3 ملاعق بيكنج باودر مال شاي، واخلط واشوف الثخن، وقلت لكم حسب نوعية الطحين. هنا راح اني خليت كوب ونص حليب، وراح اخلي كوب مي اضيفه بالتدريج لحد ما اوصل للقوام اللي اريده اني. فانتم مو شرط، يعني مرات ياخذ اقل مي ومرات ياخذ اكثر حسب النوعية مال الطحين. شوفوا هنا انا ظليت اضيفه بالتدريج شوية شوية واخلط، اضيف واخلط لحد ما وصلت للقوام اللي اريده اني. هنا أنا ضفت آخر شي، وصلت لهذا القوام اللي أريده. لازم يكون هيجي مو كلش سائل ولا كلش ثخين. هنا أنا على النار خليت طاوة مال سياح أو هو مال بانكيك، بس نفس الوقت تقدرون تسوون بأي طاوة متوفرة عندكم بالبيت، يعني مو شرط إلا هذه الطاوة. وما سويتهم كلش كبار لأن قلت لكم أنا أحب أسويهن صغار ينوكلن هيجي لقمة واحدة، ولأنه كان عندي توزيع فحبيت أرتبهم بالصحون السفري. طبعا حتى الصوص مالتهن سويت صوص شوكولا خليته عليه، إن شاء الله أنزل لكم إياه غير مرة فيديو. هنا ورا تقريبا أقل من نص دقيقة فورا بس بلشت الفقاعات تطلع على الوجه، أقلبهن بهيك بهذا الشكل. شوف شلون تحمصوا، والريحة مالتهم تجنن، عبارة عن فانيليا وطيبة، والصغار يحبوها والكبار يحبوها، وسهلة وسريعة وما تاخذ وقت من عندكم. طبعا هذه سوت لي كمية كلش كبيرة، احنا يعني تقريبا ل6 أشخاص، هيجي 5 أشخاص. شوفوا هاي الحجم أنا أحبه إنه ينوكل بالشوكة ولقمة واحدة. تقدرون تخلون عليه قطر أو عسل أو أي شي تحبون من الصوصات. وهنا خلينا عليها صوص الشوكولا، وهذا شكلها النهائي. وإن شاء الله تكون عجبتكم وما طولت عليكم بالفيديو ولا بالشرح، وكان موضح إن شاء الله وفاتكم. ومنه ورايح إن شاء الله أنزل لكم وصفات سريعة، بس أريد الدعم مالتكم وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وأقولكم في أمان الله ورعايته.